6 أخطاء يجب تجنبها فورا عند شحن الموبايل بتاعك، لأن دي من أهم أسباب تلف بطارية الهواتف والأجهزة الذكية. عزيزي المشاهد، لو بتشتكي إن بطارية موبايلك بتخلص بسرعة أو ما بقتش زي الأول، يبقى لازم تشوف الفيديو ده وتركز كويس، لأن في عادات غلط بنعملها كل يوم وإحنا بنشحن الموبايل، وبتكون هي السبب في إن البطارية بتتلف بسرعة. خبراء الأجهزة الإلكترونية في العالم كشفوا عن 6 أخطاء بتدمر بطارية موبايلك على المدى الطويل. يعني لو عايز تحافظ على الموبايل يعيش معاك أطول فترة، ركز في اللي جاي ده. إيه هي الأخطاء ال6 اللي بتنهي على بطارية موبايلك؟ رقم 1: الشحن المتكرر والمبالغ فيه، أو تسيب الموبايل فاضي كتير. الخبراء بيقولوا إن الأحسن تشحن موبايلك على فترات قصيرة ومنتظمة بدل ما تشحنه مرة واحدة 100%. وكمان لو هتركن الموبايل فترة طويلة وما تستخدمهوش، الأفضل تسيب البطارية على مستوى شحن متوسط زي 50% مثلا، وده بيحافظ على عمرها. تاني حاجة: الإفراط في استخدام الشحن السريع. الشحن السريع ده جميل وبينقذنا في الأزمات، بس استخدامك المستمر ليه بيجهد البطارية وبيقلل عمرها الافتراضي. حاول على قد ما تقدر تستخدم الشحن البطيء، وده بيحصل لما بتستخدم الشواحن العادية أو الشواحن الذكية اللي بتدعم الشحن البطيء. تالت حاجة: تعريض البطارية لدرجات حرارة عالية. الحرارة العالية أو الزيادة عدو لدود للبطارية. لو بتشحن الموبايل في الشمس أو بتحطه على سطح سخن أو بتستخدمه كتير وهو بيشحن، لدرجة حرارته بتزيد، كل ده بيدمر البطارية. حاول دايما تخلي الموبايل في مكان درجة حرارته معتدلة وهو بيشحن. رابع حاجة: استخدم الموبايل وانت بتشحنه الشحن الطفيلي. الخبراء سموا العادة دي الشحن الطفيلي، انك بتلعب او تتفرج على فيديوهات والموبايل على الشاحن، وده بيخلي دورات الشحن مش منتظمة وبيقلل كفاءة البطارية بشكل كبير. الأحسن تسيب الموبايل على الشاحن لحد ما يخلص شحنته. رقم 5: شحن الموبايل 100% في كل مرة أو تسيبه فاضي خالص. البطاريات بتكون في أفضل حالاتها لما مستوى الشحن بتاعها يكون ما بين 20 و 90%. يعني الأفضل تشحن موبايلك قبل ما يوصل ل20% وتفصل الشاحن قبل ما يوصل ل100%. كل بطارية لها عدد معين من دورات الشحن، ولما بتوصلها ل100% كل مرة بتستهلك الدورات دي بسرعة. القاعدة الذهبية: اشحن موبايلك 100% مرة واحدة في الشهر، وفي باقي الأوقات حافظ على الشحن ما بين 20 و 80%. رقم 6 ودي آخر حاجة: استخدام شواحن رخيصة أو مش أصلية. كل موبايل بيجي معاه الشاحن اللي متوافق معاه. استخدام شاحن من ماركة تانية أو مصمم لموبايل مختلف ممكن يدخل طاقة زيادة للبطارية أو طاقة قليلة قوي، وده بيخلي حرارتها تزيد أو تشحن ببطء، وفي الحالتين بيضر البطارية. أفضل شاحن لموبايلك هو الشاحن الأصلي بتاعه، ولو ضاع أو باظ لازم تشتري واحد جديد بس من نفس الموديل. الخلاصة: عادات الشحن البسيطة دي ممكن تحافظ على عمر بطارية موبايلك لأطول فترة. هل كنت بتعمل أخطاء من دي؟ وإيه أكتر نصيحة شايف إنها مهمة وهتبدأ تطبقها؟